تأدبوا مع ربكم، لا تقولوا يا ربنا لماذا لا يتنزل النصر علينا، هل نصرتم ربكم أولا؟ يا رجل ده الرسول يستهزأ به في بلاد المسلمين ولا أحد ينتصر. الذات الإلهية في تونس يقدم لك في تخيل اللي هي قناة نسمة هذه اللي تكلمنا عنها من قبل، الذات الإلهية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. مجرد أنهم يقولون اتخذ الرحمن ولدا، فبالك هذا يسخرون من الله. يقول لك محاكمة، يروح المحكمة والمحامي والبنات تروح رافعة موجود نسمة الحرية وهذه حرية تعبير وحرية رأي. تخيل هذا في بلاد الإسلام والمسلمين الآن. والولد اللي هو الذي المخرج هذا ولا هذا الفنان، هذا الرجل يدخل المحكمة ويخرج ويعني لا تجد فيه حتى توبة ولا يقول أنا إني أستغفر الله وإني قد ارتددت عن دين الله وأنا سأتشاهد الشهادتين، ولا أحد يقول له حتى استغفر الله واشهد الشهادتين، بل إنهم يحاربون الشباب الذين يعترضون. يعني هذا إن نبيكم إن الذات الإلهية تهان ويستهزأ بها في بلاد الإسلام، وتقولون يا رب لماذا لا يتنزل علينا النصر؟ والله نخشى أن تتنزل عليكم حجارة من السماء. تقول لي يتنزل النصر؟ أي نصر هذا؟ ينزل على من؟ ينزل على هؤلاء هذه الجاهلية العمياء في بلادنا وبلاد الخليج.